السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربة قسم الموتوسيكلات. ازيكم يا رجالة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أمان يا رب. ناس كتيرة أوي كانت عمالة تسأل يعني في الجروبات وتبعتلي على القناة، يعني هل لو عايز أشتغل أجيب الفيجوري؟ أنا سامع إن في مشكلة في قطع الغيار، أنا سامع إن قطع غيارها مش موجودة، أنا سامع إن ملهاش قطع غيار في السوق. فتعالى في الفيديو دوت هقولك الدنيا فين، وتجيب ولا ما تجيبش. الفيجوري اول ما نزلت، يعني هي نازله بقالها اكتر من سنه ونص، او داخله اكتر من سنتين كمان. اول ما نزلت ما كانش ليها قطع غيار اصليه، يعني كاصليه ان انت ما كنتش ممكن تلاقي لها قطع غيار بسبب المشكله اللي كانت حاصله اصلا. مش خاصه بيها هي بس، لو كانت عموما كده كان في مشكله. لو كنت تسمعوا عنها اللي هي في الجمارك، ان كانوا قافلين الجمارك على كل حاجه، فابو حوا نفسه ما كانش عارف يدخل قطع غيار للمكن بتاعه. آه، الكلام ده كان من سنتين، اول ما نزلت المكنه لغايه يعني تقريبا كده من 6 شهور بدأت كل التجار بدأت تجيب القطع الغيار بتاعة الفيجوري الأصلية. يعني أنا كنت الأول مثلا عايز تيل خلفي كنت أركب البوكسر، عايز تيل أمامي بتاع البنيلي، عايز الفانوس او البريبريز اللي قدام بتاع البوكسر. فيعني هي مكنه بسم الله ما شاء الله، يعني مهجنه، يعني في حاجات كتير، المكن كتير بيركب عليها. الموتور بتاع الداين 6 تيبيكال بالحرف بالملي بالمسمار، فقطع غيره مرميه في السوق. بس هي المشكلة إن الميكانيكية بيحاولوا يعززوا الحاجة، لا أصل ملهاش قطع غيار، لا أصل مش عارف إيه. تروح عند بتاع قطع الغيار يقولك لا لا لا، أصل ممكن أجيبها لك كمان يومين، وهي قطع غيار موجودة عنده. يعني هي مثلا سلك البنزين وسلك الدبرياج بتوع الهوجن 3 مثلا، فلو اداهم لك هيركبوا. لو التيل الخلفي لو اداهولك بتاع البوكسر أو بتاع الهوجن 3 هيركب. التيل الأمامي لو اداهولك بتاع البنيلي ما هو بيركب. بس هما المشكلة ان هما بيعززوا الحاجة عشان يخلوها غالية، عشان يغلوا قطعة الغيار. يبقى بدل ما انت مثلا تجيبها ب60، لا ممكن يبيعها لك ب85، ما هي مش موجودة، انت لما تصدق تلاقيها. المشكلة إن التجار والميكانيكية بيحبوا يصعبوا الحاجة على الزبون عشان يحاولوا يطلعوا منه فلوس. دي مشكلة الميكانيكية والتجار. بالنسبة بقى لقطعة الغيار، انت يعني انا ملاحظ بسم الله ما شاء الله، يعني من احنا داخلين اهو في 4 شهور او 5 شهور بدأ قطعة الغيار الأصلية بتاعتها بدأت تنزل. يعني انت لو دخلت على الجروبات او دخلت على الفيس نفسه، قلب كده هتلاقي فيه تجار كتير جدا مشهورين، نزلوا قطع الغيار بتاعتها كاملة بنسبة 90%. يعني انت لو دخلت مثلا شركة العدوي، عبد الرحمن فيصل القطع الغيار، واحد اسمه حمد السعيدي في بولاق. على فكرة يعني عبد الرحمن فيصل دوت في بني سويف متهيألي، ولو احتجت أي حاجة بيبعتها لك شحن، وراجل محترم جدا، وأسعاره محترمة. شركة العدوي يعني لو ما لقيتش حاجة عندها هتلاقي عند ده، ما لقيتش عند ده هتلاقي عند ده. فيعني المشكلة انت ايه، قطعة الغيار بدأت تنزل، فالحمد لله بدأت تنتشر. وقطع الغيار يعني التجار نفسهم بدأوا يجيبوها عشان خلاص المكنة بدأت تركب السوق. يعني المكنة ديت بدأت تنتشر قوي وبدأت تركب السوق، فمن مصلحة التاجر ان هو يجيب قطعة غيارها بقى، لان هي خلاص كده بدأت تنتشر، فخلاص هتبقى زيها زي الهوجن 3 زي الداين 4، فمش فارق معاها بقى، كده كده لازم يجيب قطع غيار. فاشتري المكنة وانت مطمن، حط في بطنك بطيخة صيف وما تقلقش، هتلاقي قطعة الغيار متوفرة، هتلاقي يعني كل حاجة الحاجة بتاعتها موجودة. هو مشكلة أبو حوا بس إن هو يعني جايب لك مكنة مهجنة، يعني جايب لك زي ما بيقولوا كده 3 4 مكنات، يعتبر عمل لهم عملية دمج في مكنة واحدة. بوكسر على داين 4 على هوجن 3 على داين 6 على يعني انت فاهم، المكن بيركب على بعضه. مشكلة ان قطع الغيار في حاجات بتركب على بعضها.
فإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمكم كده. وأهم حاجة بس إن المكنة وانتوا بتجيبوها تخلي بالكم من أهم نقطة، حتة التقفيل. المكنة تتجاب متقفلة كويس صدقوني هتبقى معاك كويسة، لكن أكتر من 60% أو 70% من العيوب والحاجات اللي بتظهر في المكن من عيوب التقفيل. فانتوا خلي بالكم تجيبوا المكنة وانتوا مطمنين تبقى متقفلة كويس. لو انت جايبها من معرض، اغرم يا عم شوية فلوس كده عند الميكانيكي يفكلك ويربطها لك من تاني ويشحم لك ويظبط لك الدنيا، هتلاقي الدنيا معاك زي الفل. آه، كل الواحد بيسأل وعايز يشتريها للشغل، توكل على الله واشتريها وانت مطمن. المكنة دي حمالة أسية، الله أكبر على الموتور بتاعها. يعني الموتور بتاعها الله أكبر، نعومة وحرير ومفيش صوت ولا ذبذبة ولا الكلام الفاضي اللي احنا بنشوفه. بس أهم حاجة إن انت تراعيها، سواء محترمة، زيت محترم، الصيانة الدورية، التلاتة دول تحافظ عليهم هتاخد معاك مكنة أحسن من لكن لو أهملت فيها خلاص انت كده انت اللي دمرتها بإيدك. وأي استفسار أي تعليق سيبهولي، وأنا إن شاء الله بإذن الله أول ما أشوفه هرد عليكم بإذن الله. ولو احتجتوا أي حاجة أنا معاكم في القناة. وأشوفكم على خير يا رب، ودمتم في رعاية الله.